لو انت فاتح اي فيديو على يوتيوب توك مثلا، او بتسمع موفي، او في اغنيه شغاله، او في سين مشهد معين، او ايا كان بتتفرج وحاسس انك فاهم بس مش قادر تتفاعل معاهم بالانجلش، فتعال اقول لك ليه. الفكره هي فهمك لعقلك. الدراسات بتقول ان عمليه الفهم بتحصل في جزء معين في الدماغ، وعمليه الكلام بتحصل في الجزء الثاني غير الجزء الاولاني في الدماغ. وعشان تفهم كلامي اكتر، افتكر اخر مره سمعت فيها ماتش على القهوه. هتلاقي كده دايما واحد وانت بتتفرج عارف بيقعد يحلل كل حاجه، كان لازم يعمل كذا، كان لازم يشوط كذا، كان لازم يباصي لكذا. طب تعالى حط بقى الشخص اللي عمال يحلل ده في الماتش، هيعرف يعمل ده؟ طبعا مش هيعرف يعمل. هيعرف يلعب؟ هيعرف يجيب اجوان؟ مستحيل. نرجع لمشكله المحادثات بالانجلش. ايه الحل يا مستر مصطفى؟ محتاج الاول تعرف انك مش لوحدك. كان عندي طلاب بيحللوا حلقات كامله من مسلسلات اجنبيه زي فريندز مثلا، واول ما يدخلوا السيشن الكونفرسيشن بطه بلدي، مش عارفين يتكلموا اصلا. انت بتحتاج تمرن عضله لسانك. لسانك ده عضله بتحتاج تمرنها زي ما مرنت عضله ودنك بالظبط. جرب تكرر اغنيه انجلش بتحبها، او تكرر مشهد بتحبه بتتفرج عليه في مسلسل او في فيلم اجنبي، او حتى يكون عندك باراجراف في دماغك بتحب تعيده كتير، وده بيكون تدريب للسان. واهم حاجه انك تمرن بيها عضله لسانك هي انك تتكلم، تعمل كونفرسيشن مع ناس، مع اصحابك، مع قرايبك، مع اخواتك، مع الناس اللي حواليك حتى لو مش فاهمينك وانت بتتكلم انجلش. وممكن كمان تقف قدام المرايه وتبدا تيميتيت او تقلد. تشوف بقى حد كان بيتكلم انجلش، تعمل شادوينج لمشهد معين. الموضوع ده فعال جدا جدا. وما تنساش انت بتفهم الناس وهي بتتكلم انجلش لانك بتفهم الفاشل اكسبريشنز والبادي لانجوج. يعني لو حد بيكلمك باي لغه بس ايده ووشه بيعبروا عن الكلام برضه هتفهمه. اطلب دلوقتي كتاب فوكابي من موقعي مصطفعاطفenglish.com، وهتلاقي في الكتاب ده مفاجآت كتير. هتلاقي اهم 3000 كلمه حياتيه محطوطين في جمل تقدر تعمل ايميتيتنج وتقلدهم وتتكلم وتعيد وتزيد فيهم كتير قدام المرايه. وفيهم اهم 200 ايديومز انجلش اللي هو الامثله الشعبيه في امريكا. وهتلاقي تمارين كتير جدا عن الكلمات اللي حفظتها عشان ما تنساهاش. وهتاخد مع الكتاب ده كارت يخليك تسمع ال 3000 كلمه انجلش اللي موجودين بالامريكان اكسنت بصوتي. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تكتب لي في الكومنتس ايه اكتر فيديو بتحب تسمعه بس مش عارف تتفاعل معاه بالانجلش. سلام.